السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو عملته معاكم. النهارده الفيديو بتاعي بسيط وصغير جدا، مش كبير، عشان تكملوا للاخر، لان الفيديوهات بصراحة واقعة جدا ومفيش حد بيتفرج للاخر، مع ان الاخر بيبقى احلى بكتير من الاول. والله يا جماعة لو تكملوا الفيديو هيعجبكم قوي. دلوقتي انا بصور لكم الحمام بتاعي انا ما صورتش فيه ولا عملت روتينات فيه قبل كده خالص. دي اول مرة ان انا اصور في الحمام بتاعي. ليه بقى ما كنتش بصور؟ علشان الحوض بتاعي مكسور. طبعا انا عديت يعني اللقطه دي عدت بسرعه قوي، بس انا كان نفسي اتكلم معاكم شويه فيها. ال- السيراميك طبعا كان الارض كانت يعني ايه، كانت بايظه خالص. في فراغات جامد، عايز تسقي اسمنت، فسقيت سقيت الارض اسمنت. وان شاء الله هغير الحوض، وهغير الخلاط، وهغير الشطافة. فحبيت اصور لكم يعني ايه مقتطفات منه كده، ان هو ايه تشوفوه قبل ما اغير الحاجات دي. بس انا كنت ايه في الوقت ده كنت سقيته، انا اللي سقياه بايدي يعني. سقيته اسمنت ابيض وقلت بقى هنستنى بقى السباك لحد ما يجي يغير لنا الحوض. وقلت اوريكم بقى ايه يعني ان انا ايه الحوض كان شكله ايه الاول وشكله ايه هيبقى بعد كده ان شاء الله. يعني بعد ما اركب الحوض الجديد عايزه اصوره لكم ان شاء الله، خليكم تشوفوه وتتفرجوا على الحوض، وهقول لكم سعره ايه والخلاط اللي انا هجيبه ان شاء الله برضه هوريه لكم. طبعا الحمام بتاعي ده يا جماعه من يوم ما اتجوزت، ما غيرتش فيه اي حاجه خالص، ولا دش ولا خلاط ولا ما فيش الا الشطافه بصراحه كل شويه بتبوظ، وايه بضطر ان انا اغيرها كل شويه. آه بس الحمام الحمد لله ان مفيش حاجه اتغيرت فيه. برضو الغطا بتاع القعده، الغطا اتكسر فغيرته. طبعا الغطا الجديد مش حلو زي القديم طبعا، زي الاصلي، بس ايه غيرته يعني. هما الحاجتين دول يعني بس هما اللي انا غيرتهم. فحبيت ان انا اوريكم ايه الحمام يعني ايه قبل ما اركب الحاجات دي، عشان لما اركبها وكده تتفرجوا عليها معايا. دخلت بقى على المطبخ. كان طبعا ده روتين الخميس. دخلت على المطبخ بقى ايه، قلت اعمل شوية محشي كرنب. الفراخ دي طبعا من عند امي، ربنا يخليها لي يا رب، متحرمش منها ابدا. طبعا لازم بتحط الرجلين بتاعت الفراخ يا جماعه، ما حدش يقول ايه ده ولا بياكلوا الرجلين ولا الكلام ده. انا والله ما بجيبهاش من عند بتاع الفراخ يعني ولا حاجه، بس هي لما طبعا بتذبح وتبعت لي وكده، بتبعت لي بقى الايه الرجلين بتاعتها. بس بصراحه بتبقى جميله، بتبقى حلوه، بتبقى الرجل يعني ايه مليانه كده وحلوه. طبعا الروتين بتاعي ده بتاع المحشي. طبعا ده روتين الخميس. آه، طبعا وانا في المطبخ كده يعني مش طول الوقت طبعا في المطبخ، بوطي على التخديعه بتاعتي وكده، وبروح بقى الف على الشقه لفه كده ايه، اديها ترويقه سريعه، بحيث ان انا لما اجي اقعد الف في المحشي وكده اكون يعني ايه الدنيا يعني زي الفل من حواليا، ابقى نفسيتي حلوه كده ومرتاحه. استرجع بقى الذكريات بتاعت زمان بقى لما كنت بنشغل بقى يوم الخميس ده افلام ابيض واسود والكلام ده، ونقعد نتفرج واحنا قاعدين بنلف المحشي وكده. طبعا انا ايه ماليش في الافلام والكلام ده، بس ايه يعني ذكرى الطفوله وكده، ان انا ايه كنت بتفرج على الحاجات دي وانا صغيره. والحاجات دي طبعا كانت بالنسبه لنا والله الفيلم جه مش عارف ايه. ويوم الخميس ده بالذات كان بيجي فيلم، كان لازم يجي فيلم يوم الخميس. كان بيبقى احساس حلو قوي بصراحه والله يا جماعه. يعني هي كانت بتبقى حاجات بسيطه قوي 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 كده، بس كانت بتفرحنا. يعني نرجع من المدرسة نلاقي أمهاتنا قاعدين بقى بيعملوا في الغدا وكده والمحشي والكلام ده، ويوم الخميس بقى والفيلم ونقعد بقى نتفرج عليه ونبقى مستنين بقى الساعة 1 تيجي بقى عشان ايه، عشان الفيلم بقى يعني نتفرج على الفيلم جاي. اللي من نفس الجيل بقى وحضرت كل الكلام ده وعندها الذكريات دي تكتب لي بقى في الكومنتات وتقول لي انا نفس الجيل بتاعك وعشت نفس الايام دي. كانت ايام جميله والله يا جماعه. دخلت على المطبخ بقى، كنت جايبه برتقان. انا بحب اعصره في العصاره اليدوي دي، ما بحبش اعصره في الخلاط. وبعد كده بضربه بقى في الخلاط مع شويه سكر صغيرين، ما بكترش السكر يعني حاجه بسيطه بس كده. ودخلت بقى يعني ايه كان المحشي خلاص يعني داخل في سوا خلاص. وبعد كده قلت بقى ايه هعمل جنبه شويه ملوخيه، والفراخ كانت خرجت برضو من الفرن. ان شاء الله بقى بامر الله بعد ما اخلص الحمام، بعد ما السباك يجي يعمل الحوض وكده،
باذن الله هعمل معاكم بقى روتين عميق للشقه، لان هو طبعا الشقه طبعا انتوا عارفين هي بيعمل بشنيور والكلام ده، بيعمل تراب وكده، فهيبهدل لي الدنيا انا عارفه. فان شاء الله بقى اعمل معاكم روتينات بقى، يعني هي مش من الاعماق قوي، يعني مش هشيل مراتب وتحت السرير والكلام ده، بس ممكن اوضه الاطفال ممكن اشيل مراتب، لان انا عايزه اغير النظام بتاعها خالص. ان شاء الله اغيره معاكم برضو واوريكم يعني شكلها هيبقى ايه بعد ما اغير النظام. يا رب يطلع يعني ايه النظام الجديد يبقى احسن من القديم وكده، لان انا بصراحه النظام ده انا ما غيرتوش من يوم ما اتجوزت، يعني ما غيرتش حاجات كتير في الشقه، يعني في نظام الشقه وكده. اللي وصل بقى معايا لحد هنا ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك وما تنسوش بقى تحطوا لايك وكومنت حلو منكم كده. ربنا يبارك لكم يا رب. طبعا دي كانت نهاية الفيديو بقى، ودي يعني كانت اخر حاجة بقى، اللحظة بقى اللي كله بيستناها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.